مساء الفل عليكم. كل سنة وانتم طيبين. وصفة النهاردة اكتر اكلة مناسبة للعزومات ولمة العيلة في العيد: كتف ضاني مشوي في الفرن. التتبيلة خطيرة ومميزة جدا، وهنسويه بطريقة هتخلي اللحمة دايبة، هتعجبكم قوي. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي هند ودي قناتي، ويلا بينا نبدأ الوصفة. هنجيب كتف ضاني وهخرمه كده بالشكل ده. هعمل فتحات صغيرة وهحشيها توم صغير في كل الفتحات دي. بعد ما اخلص الخطوة دي هنعمل التتبيلة. هبدأ بقى احضر التتبيلة. التتبيلة عبارة عن بصلتين مفرومين وفلفل اخضر مفروم ناعم، واحدة كبيرة كفاية، وده عصير طماطمتين اتنين بس، ما زودتش عليه مية، خليته مركز كده. 3 معالق كبار صلصة، ومعلقة كبيرة عسل ابيض بيخلي طعم اللحم حلو قوي، ربع كوباية زيت، ودول عصير ليمونتين، معلقة كبيرة صويا صوص، ومعلقة كبيرة دبس الرمان. التوابل بقى معايا: معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من الملح، معلقة من البابريكا، ومعلقة من السبع بهارات، معلقة من بهارات المشاوي، ومعلقة من الزعتر، ودي مرقة فورية. بس كده، دي كل البهارات اللي معايا. هنقلب كل المكونات مع بعض وهضيفها على الكتف الضاني. هتبل اللحم كويس قوي من كل حتة، وهسيبها في التتبيلة دي يوم كامل في التلاجة، ومش اقل من 3 ساعات لو مستعجلين. التتبيلة دي مميزة قوي، جربوها ومش هتندموا، هتدعولي. وده كده كان شكلها تاني يوم بعد ما خرجتها من التلاجة. حطيتها على صينية فرن وهغطيها كويس قوي بورق زبدة وورقة فويل. بعد كده هدخلها فرن ساخن على درجة حرارة هادية 160، وبسيبها تستوي براحتها خالص لمدة 2.5 ساعات، لحد ما بتطلع مشوية زي ما هتشوفوا شكلها دلوقتي. وبنقدمها مع الفتة او رز بسمتي او رز بالخلطة والمكسرات. انا قدمتها مع الفتة وحطيت على الوش لوز محمص. بس كده، وكانت استوت وريحتها تحفة وطعمها خطير واللحم دايب زي ما شايفين. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وبألف هنا. كل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي، واشوفكم بخير في فيديو جديد.